اللهم صباح الفل يا حبايبي، صباح الياسمين، صباح كل حاجة حلوة. يا أحلى مشاهدين في الدنيا، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون بخير وبكمل الصحة، وربنا يوفقكم جميعا. احنا النهاردة بقى خدنا عم مصطفى وقلنا تعالى بقى اما نهاجوك شوية اشوف الذرة عامل ايه، لان انا ما جيتش هنا من زمان، يعني من ايام ما كنا بنقلع بطاطس ما سرحناش. فناخدكم برضو جولة معانا عند اللب عند الذرة. فقلنا اقول له تعالى اعمل الحاج ايه نمشيك شوية كده عشان ايه، وكان عنده تعبان شوية. فربنا يشفيه ويشفي امراض الناس كلها يا رب، و... ويصلح حالكم، ويا احلى متابعين في الدنيا كلها. هنا برضو الذرة بتاعنا اهوت، دي ذرة ورا بطاطس يعني، بس في باين دودة باينة اهو برضو. دي دودة دي ولا ايه؟ احنا برضو هناخدكم جولة كده معانا. اللي غادي دي برضو فاصوليا بيضة، اللي هي قصادنا في الجهة التانية دي برضو فاصوليا بيضة. وهنا برضو يا سلام لما تقعدي كده في وسط حاجة خضراء، ما شاء الله نفسيتك لوحدها بترتاح. والله لما الواحد بيقعد كده تقعدي في وسط زرع وسط اي حاجة خضراء، بتلاقي النفسية جميلة وحلوة والله. فربنا ما يحرمناش من الأرض أبدا، لأن لولا الأرض الخير كله جاي من الأرض. فربنا ما يحرمناش منها أبدا يا رب، ولا يحرمكم من صحتكم، ولا يديكم الصحة ويفرحكم بولادكم يا رب. وربنا يسعد ولادكم وولادنا وولاد المسلمين كلهم يا رب. فأحلى حاجة لما تقعدي كده في حاجة يعني في وسط زرع، في وسط حاجة حلوة كده، النفسية أصلا بترتاح والله الواحد. فتعالى بقى ما نطلع فوق برضه اهو، احنا ماشية اهو، ما تصورناش من هنا بقى دي. دي الغلة دي ولا ايه دي؟ دي غلة. ها؟ غلة. ما بتعملش حاجة في الذرة دي. لا، ساعة ما الدورة بيقولوا عليها بتمشي. فسلم عليهم بقى. صباح الخير، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح العنبر، صباحكم زي الورد. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الأيام بخير. يا أحلى مشاهدين ومتابعين في الدنيا كلها بحالها، عاملين إيه؟ على الله تكونوا كويسين وبخير. ازيكم يا حبايبي؟ يا مصطفى؟ ها؟ لسه في نعناع فوق كده؟ بقى والله أنا جيت هنا من. يا اخي بتاع في هناك. طبعا ده هو ده الذرة بقى، ده الذرة اللي احنا زارعينه بعد البطاطس. دي ذرة بعد البطاطس، واللي قصد واللي هناك دوت دي ليب. يا ما احنا هنروح عند كل واحد الذرة ده عاوز باين يترشى. هي الدودة باين ميتة بس عاوز يتعفر تاني. اه، الأرض الحتة اللي جنب مننا دي كانت فاصوليا، واصحابها خلعوها هيت وزرعوها ذرة. تعمل سقي نقطة. والجنب اللي هناك ده الجنب التاني دوت دي قت. دي قتة دي؟ قت قت. أظن الواد يرش، أظن أقول للواد وليد يرش الجسر ده أصلا. لا بعد الزرع بقى. بس محمد عزيقها حلوة. بقول محمد عزيقها حلوة. لا حتى حلوة كده، حلوة حلوة، بس يعني ايه هتتبخر كمان تبخيرة على ما الدورة بتاعها يجراش. نعناع ايه؟ كان في نعناع على الجسر هنا؟ ايه؟ كان في نعناع على الجسر؟ كان في. بقى يا حبايب قلبي دي نعناع احنا مزروع على الجسر اهوت. دي بقى حلو وريحته جميلة. الله على ريحة النعناع دي جميل، بس هو مش شعوط شوية عشان الأرض بقى الذرة كان معمول دواء للعفش، فهو ايه مشعوطه شوية. فده بقى بنحط منه على الشاي للي تشربيه، يعني يتعمل برضو نشربه بيبقى جميل. حوش المغص بحوش كل حاجة حلوة وحلو برضو.
بيبقى زي اليانسون، زي الكراويه، زي اي حاجه بنشربها. فانا مش عاوزه اعمل الجذور بتاعته بس بتطلع. كمان هو لسه ما بينه عشان ما يشتغل له ميه هنا كده. كده بقى يا حبايب قلبي اهوت اهو. فربنا يرزقكم ويرزقنا ويرزق كل من كان يا رب. فهو ما شاء الله يعني لو الارض كلها خير. ربنا يرزقكم ويرزقنا يا رب، يرزق كل من كان ويصلح حالكم، وربنا يديكم الصحة جميعا. واللي معاش اطفال ربنا يديله، وربنا يفرح ولادكم ويسعدكم. احنا ما جبناش حتى كيس واحنا جايين، احنا خدناهم. يلا امسكهم في ايدي كده. الله على الريحه الجميله. هنا بقى يا حبايبي دي الفاصوليا البيضاء هنا اهي. انزل بس هناك اهو. دي بقى جيراننا هنا يا جماعه زارعين فاصوليا هنا برضه اهو. انزل الفاصوليا دي اللي بتبقى البيضه اللي بالشكه كده بالراحه. لا هي لسه دي الفاصوليا البيضاء هنا اهي. هنا اهي. هناخد واحده بقى اوريها لكم برضه. دي الفاصوليا البيضاء اهيت. دي بقى بتبقى لسه ما استوتش، هتتروى مثلا ريه او حاجه لسه بتتروى. ديت اهي. بيجيبوا الناس بقى بيقلعوها ويدرسوها برضو، بتبقى دي الفاصوليا البيضاء دي مغذيه للقلب. يلا نسيبها تاني. فاحنا قلنا برضو ناخد في جوله معانا هنا كده برضو ايه، بنهوي نفسنا وبرضو ايه منها ايه. شوف تعالى كده. بسم الله الرحمن، يعني بسم الله ما شاء الله. دي اللب بقى اللي احنا ايه زرعناها الحته دي. اللب ما شاء الله هو عامل بطيخه اهو. وانت هتقول لهم بقى هو اللب دي بتتعمل كمريه يعني. يلا اهو. يلا اهو دي اللب اهوت. وما شاء الله احنا جينا برضو هنا الباميه اللي كنا زارعينها من زمان برضو لقيناها فيه. بسم الله ما شاء الله. فربنا ما يحرمنا من الارض ابدا ولا من خيرها، وربنا يرزقنا ويرزق الناس كلها يا رب. ما شاء الله احنا كنا جايين يعني ايه، انا ما اعرفش والله للباميه يعني فيها باميه. فجينا لقيناها ما شاء الله الرزق جاي فيها اهوت اهو. يا جماعه ايه ما شاء الله. دي التقوى دي ما شاء الله ما بتعلاش بقى عن كده. تقوى جميله خالص. هي يعني بتطرح وهي صغننه كده، ما بتعلاش بقى. في باميه بتهج تبقى شجره كبيره كده. فهي دي تقوتها ما شاء الله حلوه. هي يعني ايه بتطرح وهي صغننه كده. كتير عاوز يتربى علشان ما حدش عارف ان كانت تطلع ولا ما تطلعش. ما هي صغيره. شوف القرن كبر قد ايه. ايه طيب. لا انت ما تسيبش ده. لا ما انا هقطع اللي هي شيخه دي بقى اعملها. الصغيره دي معاها ده. ها الصغيره دي معاها اللي هي الصغننه دي ما هي اللي هي كبرت قوي دي برضه. اهي انت هتسيبي دي ليه؟ انا لسه جايه اهو يا عم الحاج. اهي شوف هي فيها باميه كتير عاوزه تترمى اهي. عشان ما حدش بقى قال اللي هي تجمع او حاجه. انا حد جه هنا عندك اهو. هنقول ما اسرحش لغايه الباميه شوكتني. لا دي ما بتشوكش. لا ما بتشوكش الباميه دي. ما حدش تشوك. انت كنت حاطينها كده. محمد كان بيزرع وياي.
منين ده؟ ما هي هتمسحه بقى. قلت اطلع من هنا الاول. معاك طين. طبعا دوت اللب اهو. والله انا ما جيت هنا بقالي ازيد من 20 يوم عند اللب دي. صلاة النبي، اللهم صل على النبي. اهو يعني صلاة النبي. هو بدأ بقى ايه يرمي طرحه اهوت في مخلف وفي كله نوار اهو. ربنا يطعم الناس، يطعمنا ويطعم الناس جميعا. اهوت. ربنا يرزق كل من كان يا رب، وربنا يعين كل واحد بيجري على اكل عيشه. وطبعا الحاجه ما بتجيش الا بالتعب، ولو ما تعبتوه، لو الواحد ما تعبش مش هيلتقى ولا يلتقى ياكل. وعلى راي المثل بيقول لك ايه، الايد الشغاله شبعان. دي طبعا اهوت. دي اللب اللي احنا كنا زارعينه. اللب ده طبعا بياخد له ايه من 3 ريات ل4 ريات تبع ايه الارض. يعني لو الارض نشفت، ارض بتنشف على طول وبتاع بياخد ايه ريه رابعه. ما فيش، هو بياخد ايه 3 ريات بس. وهوت. وربنا يرزقنا ويرزقكم ويرزق الناس جميعا يا رب. هي ايه برضه، والله ما جيناش هنا اول مره نعرف ان الباميه دي بتجمع، وفيها باميه كتير باظت. شوفوا اهوت لب اهو. اهي صلاة النبي. فربنا يطعم كل من كان ويدي لكل من كان يا رب بحق ايديه النبي. يا جماعة قد ايه؟ اهو شويه اهو، لسه هنكمل بقى يعني. جت المفروض كان حد جالها من زمان، او محمد وهو هنا كان يقولها فيه. مالوش دعوه بحاجة. كان ايه جماعة كان جرح علشان ايه كانت محمد تاني. مالوش دعوه بالموال ده. مش بقول لك يعني. كنا نام برمي هنا كتير. كلمة هنا كلمة علشان ايه، ما هي الشاخت كلها كبرت. 60 جنيه. الكيلو ب60 ولا بجنيه، بس خسارة ده. هو القرن ده خسارة ان هو يترمى ده. اه 60. ربنا يعين الناس يا رب، يا رب يعين الناس على الغلا اللي احنا فيه دي. يعني الواحد بيروح السوق مفيش حاجة رخيصة. ما عادش حاجة خلصنا جمع بامية. احنا كنا جايين يعني ايه ناخد جولة كده نشوف الأرض، فاحنا ما شاء الله لقينا البامية هي اهي. بس هي كبرت شوية لأن احنا ما نعرفش ليه بتجمع، ولا لأن احنا ما جيناش هنا من زمان. وهنا برضو جاي اشوف شويه الفلفل ده هم ما شاء الله طرحوا اهوت اهو. بس لسه صغير. بس لسه صغير، دي ما يتجمعش لان لو جمعناه الوقت يبقى مر، فايه هنسيبه بقى لما يتروى ويكبر شويه نبقى نيجي ناخده. فكده برضو ايه، فربنا يرزقكم ويرزقني ويرزق كل من كان يا رب. فهي لولا الارض دي، فسبحان الله الخير كله في الارض. لان لولا الارض اللي يعني الرز جاي من الارض، الذره جاي من الارض، كل حاجه، القمح جاي من الارض، فالخيار طماطم كل حاجه جايه من الارض. ربنا ما يحرمنا منها ابدا، وربنا يديكم الصحه جميعا. وسبحان الله كل حاجه كل واحد بيبعت له رزقه. ربنا يكتر رزقكم ورزقنا يا رب. فسبحان الله هو بيقول لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. فهو بيقول لك الايد الشغاله برضو ايه، الايد الشغاله شبعانه. فسبحان الله يعني هو الفلاحين لازم يشتغلوا ويجروا ويروح من هنا ويجي من هنا، فربنا يبعت له رزقه ان شاء الله.
فهو سبحان الله اليوم بقى بتاعنا بيبقى كله رياضة كده، ايه شغل في البيت هنا. وما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك عشان اقدم لكم كل جديد. وباي باي يا حبايبي، ونشوفكم في فيديو حلو، وربنا الفيديو يعجبكم.